يا مساء الخير والعافية عليكم فراولاتي ومليون هلا على عيون حبايبي. عظم الله لكم الأجر والثواب بهذا المصاب بذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام. نسأل الله تعالى يرزقكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. أتمنى فيديو اليوم يعجبكم، تستمتعون بالمشاهدة. فيديو اليوم راح يكون خالي من الروتينات، خالي من الطبخ، خالي من الشغل. راح يكون فقط فيديو طريق الإمام الحسين عليه السلام. صورت لكم بعض المواقف اللي صادفتنا من الطريق، منها مواقف ممتعة، منها مواقف مضحكة، ومنها مواقف مخيفة صادفتنا بالطريق. وإن شاء الله راح تشوفون هذا الشي كله بهذا الفيديو. وهسه راح أخليكم ويا الفيديو، لأن أغلب الفيديو راح يكون على طبيعته ما راح أتكلم به، لكن إذا احتاجت أفسر لكم فد شي راح أتدخل وأشرح لكم. أترككم ويا الفيديو مشاهدة ممتعة. أنا بالسواق. أنا خواتي العزيزات ألف عافية. انا بالسواق. ما تخبرين تصورين ما تاخذين مي بكيفك. يا تطلع بسرعة ونص. طبعا بالحقيقة المنظر مرعب، لأن البستان من بدايته لنهايته مشتعل. الله يساعد صاحب البستان والله يعوضه إن شاء الله كل خير. راحوا قدامنا. لا هذا هو وينه؟ هذا تشوف ما يقدر. الله وياكم، باي باي. عود نتخابر بعدين خابرونا. بنات احنا طريقتنا بالمشي شلون تصير؟ طريقتنا ان الولد يمشون قبلنا واحنا نمشي وراهم. ليش؟ لان هم ما شاء الله سريعين، فلهذا السبب قلت له روح انت قبلنا وبعدين نتخابر. يعني من يوقفون المكان يقعدون يتصلون بينا يقولون احنا مثلا واصلين لفلان مكان، او الأعمدة تكون مرقمة بها أرقام. اللي رايح للزيارة أكيد يعرفون هذا الشيء. فيقولون مثلا وصلنا العمود كذا وإحنا نروح بعدين نوصل إلهم. فلهذا السبب كنت أقول له بعدين نتخابر. بنات لفت نظري عائلة كانت قاعدة أكلت وقامت وتركت الصمون على الأرض، وهذا السبايل تركتها بمكانها. يعني يا ترى لو كان هذا المنظر ببيتهم راح يتركونه مثل ما هو؟ بس صراحة أنا يعني عندي نظرية، خارج بيتها مو نظيفة أيضا داخل بيتها مو نظيفة. يعني مكان قعدتي وأكلتي وشبعتي الحمد لله والشكر يعني نعمة رب العالمين، شلون تركينها وراك؟ يعني ما تعرفين هذا النعمة اللي تركتيها وراك على الأرض راح تنداس، راح شنو تصير بيها. يعني مكان أكلتي وشبعتي من عنده ليش تركينه؟ يعني هو موكب. يعني إحنا لما دخلنا يعني المكان نصه
بأكل ما أقدر أنا قاعد إلا يعني نظفناه يلا قعدنا. يعني ما يصير، يعني صحيح المواكب يتعبون وما يقدرون ينظفون وجهه بوجهه، يعني المفروض من الزائر أيضا ينظف وياهم، ينظف المكان اللي قاعد بيه. ولو كل من نظف مكان اللي قاعد بيه أو كل من شال زبالته وخلاها يعني مكان خاص للزبالة، كان ما شوارع هيك تبهدلت وصارت شكلها يعني كلش مو حلو مليان زبالة. وهذا كان عشاء أول يوم عند عائلة استضافتنا، وهذا كان ريوق. عائلة كانت جدا لطيفة، أبد ما حسيتنا إن إحنا يعني ناس غربة عندها. يعني لطيفين إلى درجة قعدوا ويانا وضحكن وسولفن ويعني حسينا إن إحنا بوسط عائلتنا صراحة. أتمنى رب العالمين يوفقهم ويريحهم بحياتهم. ولم تلبس المتهمات من ثيابها. يا مولاي أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوترة الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف وأنهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. طبعا هذا طريق الرجعة، صادفنا راجعين وأكثر من حسينية وقفتنا، رادوا من عندنا نتغدى وننزل يعني نستراحة ونرجع، بس إحنا صادفنا أول حسينية لاقتنا، نزلوا وتغدوا واستراحة شوية ورجعوا وصعدنا وكملنا الطريق. بس اللي لفت نظري الحسينيات اللي كانت موجودة بالطريق كان شكلهم جدا حزين، الشوارع كانت جدا حزينة، المواكب كانت بعد يعني نصها منصوبة ونصها جاي يشيلون الأشياء اللي نصبوها. إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى زوار أبا عبد الله وعلى الخدام بالعافية والسلامة، وإن شاء الله كل خادم وكل زاير نعاد عليهم بالخير. ولهنا حبايبي أقدر أقولكم وصلت وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى فيديو اليوم عجبكم واستمتعتوا بالمشاهدة، وأتمنى لا تنسون اللايك من الفيديو لأن اللايك كلش ساعد قناتي، وإذا صادفكم إعلان أيضا لا تخطون، أتمنى تشاهدونه، وإذا كنتوا أول مرة تشوفون قناتي أتمنى تشتركون بها. وطبعا أكيد ما نسيت البنات اللي طلبوا من عندي أهديهم خطوات، هديت لكم خطوات بكل نية صادقة. أترككم في أمان الله وحفظه.